السلام عليكم، مرحبا بكم، تحياتي لكم جميعا. مرحبا بجميع الاصدقاء بعد غيابنا اسبوع تقريبا غبنا عليكم. المهم هذا الشيء فوق الاراده ديالنا. تحياتي لكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المغاربه والمغربيات، مرحبا بالجميع المغاربه ومن غير المغاربه. تحياتي لكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم 1 شهر 10 2023 ميلاديه، الساعة 4 بعد الزوال بتوقيت المغرب. معكم قنزوز محمد الملقب مول القرطاسة، معتقل سياسي وضحية سنوات الجمر الرصاص من المغرب العائد من الموت. مرحبا بكم وتحياتي لكم. الخوت شوية ديال التكباس القلوبة وشوية ديال البارطاج ومرحبا بكم. يلا الحاضر يبلغ الغايب. الصوت الخوت اللي معنا يقول لي الصوت واش كاين 5 والصوت مقاد مزيان. تحياتي لكم. الصوت عطيوني الصوت، الاشارات الصوت الخوت، قولوا لي الصوت واش مزيان. خويا ابا يحيى محمد، الصوت والصوره رائعه، شكرا اخويا، تحياتي لك، جميع المحبه والاخوه. يلا الخوت اللي يدخل البارطاج تكباس برك على الشاشه هكا باش يطلعوا القلوبه مزيان، وبارطاج الجروبات المجموعات الاصدقاء ديالكم. مرحبا بكم وتحياتي لكم. العنوان ديال هذا البث المباشر كما دائما احنا مستمرين في هذا العنوان اللي هو المغرب للمغاربه، وتحياتي لكم. هذا هو العنوان ديالنا. ابا يحيى محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا محمد عليكم السلام. اخويا ابا ضر، راه 7 ايام كانوا موقفين اخويا المباشر، عاد اليوم راه عاد فتحوه، عاد دابا في هذه اللحظه عاد فتحوه. تحياتي لكم. عطيونا شويه ديال الدعم، شويه ديال القلوبه، شويه ديال البارطاج ومرحبا بكم. واللي بغى يرفد هذا اللايف وينشرو، اللي بغى ينشر كل فرح. دابا راه الاصدقاء الاكثريه ما سايقينش الخبار ديال هذه الصفحه. المهم بارطاجيو معنا الجروبات المجموعات الاصدقاء ديالكم. يلا الحاضر يبلغ الغايب، ومرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا. نقراو التعليق ديالكم، خويا ما بين السميه ديالك باش غادي نقراو. نعم اخويا، الله الوطن الشعب. نعم اخويا، تحياتي لك، عاش الشعب. نعم اخويا، تحياتي لك، شكرا. ما بغيتيش تحترم راسك نبلوكيك، افضل لك واحسن لك، نبلوكيك احسن لك. تبلوكا تمشي بحالاتك، لان دخلتي غلط لهاد الصفحه هذه، ما احترمتيش راسك. قريت التعليق صيفط لك ميساج غير مباشر، ولكن انت ماشي ذكي وما بغيتيش تخدم ذكي، بغيتي دير شويه د العياقه، وداك العياقه ما عنديش انا في هاد الصفحه ديال مول القرطاسه. هاد الصفحه ديال مول القرطاسه فيها احترم تحترم. نعم اخويا مهدي علي، تحيه ليك. خويا محمد من الجزائر، وعاش الشعب المغربي وعاش الشعب الجزائري. حنا خوت وخوا اخويا، توأمان معكم. حنا الشعب المغربي والشعب الجزائري، حنا خوت وخوا، جدودكم هما جدودنا، ونحن خوت في الانسانيه، في الجرأة، في الاسلام. تحياتي للشعب المغربي وتحياتي للشعب الجزائري، ويحيى الشعب المغربي ويحيى الشعب الجزائري. حنا دائما كنقولوها هذه بدون مناقشه. وتحياتي لك. غير الامور الداخليه كتبقى ديالنا حنا المغاربه والمغربيات، والامور الداخليه ديالكم كتبقى لكم انتم كشعب الجزائري، واحتراماتي لكم واحتراماتي لنا. نعم اخويا بطبيعه الحال، شكرا اخويا مهدي.
كتبت لنا وحده كتبت لنا لا داعي للاسم ديالك، انا ما غنقراش الاسم ديالك وهذه حريه ديالك تحترمي عليها. قالت لك خوت بلاتي قالت لي وحده خوت انت معاهم، حنا لا ماشي خوت مع العدو. غادي نجاوبك باحترام، حتى هما بحال الامثال بحالك ما كيرحبوش بهم، وتا هما ماشي خوت، انت ماشي اختهم، ما كيعترفوش بك كما ما كتعترفيش بهم، وكما انت عدو لهم تا هما اعداء لك. والشعب الجزائري شعب مسلم، شعب خوتنا جدودهم هما جدودنا، اللي بغاو اللي ما بغاش يشغلوا هذاك. انا كنهضر على الشعوب ماشي على الانظمه، كنهضر على الشعوب. سمعي الهضره ديالك، سمعي الهضره ديالي. الشعوب حنا خوت وخوه معاهم. الى عاديتي الشعب الجزائري كتعادي الشعب المغربي، انتهى الكلام. عدو الشعب الجزائري حتى المغاربه حنا اعداء لك، والامثال بحالك اللي كيزرعوا الكراهيه والمسمومات. تحياتي لك، هجيم ديال المحبه والاخوه الانسانيه. اجي انت بلوك خوي، هذه راه الصفحه ديال سيادك، هذه الصفحه ديال الرجال والشرفاء. امين. عاش الشعب المغربي، عاش الشعب المغربي. شكرا اخويا، تحياتي. نعم اخويا عمر، حريه، كرامه، عداله اجتماعيه، محاسبه الفاسدين، اطلاق جميع المعتقلين سياسيا. عاش الشعب، عاش الشعب. هذه اخويا داخله في المغرب للمغاربه. المواطن تكون عنده المواطنه ديالو، جميع حقوقه في وطنه. المواطن تكون عنده الكرامه والسياده والحريه في وطنه. هذا هو المغرب للمغاربه. المغرب والبلاد ما يكونش فيها الفساد والفاسدين والمجرمين. هذا هو المغرب للمغاربه. المغرب تكون فيه العدل والعداله الاجتماعيه لجميع الحقوق للمواطنين والمواطنات من ثروات الوطن ديالهم. هذا هو المغرب للمغاربه. تحياتي لكم. يلا عطيو شويه البارطاج، شويه القلوبه. عليه كلنا اخوه، العدو هو الكهين الصهيوني. نعم اخويا، تحياتي لك. السلام. ياسين قال لي السلام، واش انت اللي كنتي تبيع الديسير؟ لا خويا، تحياتي صحاب اللي كيبيعوا الديسير. لا انا ما كنبيعش الديسير اخويا، شكرا. نعم اخويا ابا يحيى محمد، لكن لكل بلد الصالحين والطالحين، ولا يحق مهاجمه الشعب الجزائري، ونحن لسنا اخوه الصياهن. نعم اخويا، تحياتي، انا معك. احنا لسنا اخوه الصياهن والمجرمين والفاسدين والتبع ديالهم. نعم. اما بالنسبه للشعب الجزائري، انا مغربي كيحصل لي الشرف يكونوا خوتي هذوك الشعب الجزائري، لان خوتي وخوتي في الانسان، في الانسانيه، في الاسلام، في الجوره. اي فرق بيني وبينهم؟ حنا كشعب مغربي والشعب الجزائري حنا خوت وخوه، وانتهى الكلام. وجدودنا هما جدودهم، وعدونا هو عدوهم، هو النظام الفرنسي والصياهن والمجرمين والفساد والفاسدين، وانتهى الكلام. ويحيى الشعب المغربي ويحيى الشعب الجزائري. السيد احمد، عاش مول القرطاسه. عاش الشعب المغربي، وعاش مول القرطاسه، وعاشوا المغاربه والمغربيات من طنجه للقويرات. تحياتي لك اخويا سيد احمد. حمدة، تحية كبيرة لك صديقي. ممكن تتكلم على توطين الأفارقة في المغرب؟ خويا هضرنا على هذا الشيء، هضرنا عليه لايفات اخويا، هضرنا عليه لايفات. رجع للصفحة ديالنا الحمد لله، راه غتلقانا لايحين هذه القضية ديال الأفارقة. تحياتي لك، ولكن نقدروا ندوزوا شي ميساج. حميد قال لي مول القرطاسة واش تخدم؟ خويا هذا السؤال جاوبت عليه بزاف، ولكن ما غنجاوبش عليه، وانت متبعني وسمعتي هذا السؤال هذا جاوبت عليه بزاف. وهذا الامر الداخلي ديالي انا والشخصي لا دخل لك انت شخصيا، ولا ما عنديش حق نتدخل فيك نقول فاش غتخدم ولا ما كتخدمش. داكشي شغلك وحريه ديالك والشخصيه ديالك، خدم ولا جلس وما كيهمنيش فيه. وحياتك الحريه الشخصيه لا دخل لي ولا دخل لاي واحد في حريتك الشخصيه. وكذلك خصك تحترمني وتحترم الحريه ديالي، وانا حر نخدم ما نخدمش، نجلس نمشي فين بغيت، انا حر، هذه حريه ديالي لا دخل لك. ماشي المواضيع ديالنا ديال الحريه الشخصيه، المواضيع ديالنا هو المغرب للمغاربه. تحياتي لك وهجم المحبه والاخوه. انت فاهمني يا حميد؟ انت حميد راه بلوكيت
بلوكيت عدد كبير باش تعرف بعدا اولا كنحترمك وكنحترم لك الحريه ديالك. هذه تكفي، غير هذه سطر عليها مزيان، هذه تكفي حميد، انا سميتك حميد، هذيك تكفيك. فهمتي اخويا حميد؟ راه انت كتفهم هادشي، هضرت عليه بزاف وراه انت فاهم، يعني غير هذه تكفي. اما باش تجي دابا انت عارف هاد السؤالات طرحوا عليا بزايد وطرحوا عليا وانت حاضر في اللايفات وحاضر تجي دابا تسولني هذا السؤال، انا ما فهمتش هاد السؤال ديالك، ما فهمتوش. تحياتي لك. المهم نعم اخويا، انت اخويا وتبقى اخويا الى يوم الدين. شكرا اخويا، تحياتي لك. نصيح قال لي المخابرات. اي مخابرات؟ غادي نجاوبك، سامح لي خويا حميد. شكرا خويا حميد عزيز وغالي. خليك اخويا، خليك في الصفحه دابا الامر ديالك. انت عزيز بحال جميع المغاربه والمغربيات وجميع الانسان اللي كيحترم الانسان. غادي نجاوب هذا بعدا. شنو قصدتي بها انت؟ قلتي راك التعليق كيمشيو لي. عطيو شويه ديال نصيح قال لي المخابرات. شنو بغيتي تقصد؟ زعما؟ نزيدك واحد القضيه نصيح. شي حنا المغاربه، اسمع مزيان، سطر عليها مزيان، سجلها عندك. عطيو شويه القلوبه، شويه ديال البارطاج، انا غادي نجاوب. شي حنا المغاربه كنا من طنجه للقويره كلنا اسياد وطننا. اسمع مزيان، كنا محافظين على وطننا، وكنا مراقبين الوطن ديالنا، وكنا معتزين بالوطن ديالنا، وكنا حنا بوطن كشعب كمغاربه، وكنا فينا دوله، فينا مخابرات، فينا امن، فينا شعب، فينا كل شيء. حنا المغاربه من طنجه للقويره. وخذها مني باز وسطر عليها وسجلها مزيان. يلا سجلها. وتحياتي لك. ها الجيم ديالك، يلا هاد الجيم هذا هو خليه عندك. عطيو شويه ديال البارطاج الخوت. كيف الحال اخي الكريم؟ الله يحفظك اخويا. شكرا اخويا، تحياتي لك اخويا، كنشكروك. الله يحفظك اخويا، الله يحفظنا يحفظكم جميعا اخويا. يلا التكبس هي قبيله تعدات ال100 ودابا هبط عاوتاني. شتي المشكل؟ عطيو شويه ديال هذا. ما كاين شي وحدين اصاحبي كيدخلوا حتى السلام عليكم ما كيقولوهاش. وبنادم كيدخل عندك اللايف وحتى السلام الله ما كيقولهاش. هو مسلم وانت مسلم، هو مسلم وانت مسلم وما كيقولكش حتى السلام عليكم. يخسر عليك غير السلام عليكم، ما كيقدش يقولها. سبحان الله العظيم. وانت باش هكا تا شي وحدين والله العظيم باش لا ما فهمتش الرساله راه واضحه صافي. ما فهمتش. المهم خليني ما نفهمش حسن. عليكم السلام اخويا، شكرا. اجي انت بلوك، سير ابوز بالي. يلا خوي سير ديك الهضره قولها سيادك. يلا خوي داك الهضره راه هما سيادك هما اللي فيهم داك الشيء. سير. تحياتي واحترامي لك اخي العزيز من عند اخوك نور الدين من تاونت. تحياتي لك وتحياتي للناس ديال تاونات. مرحبا بك اخويا نور الدين، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام اخويا فورم. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا.
هي دابا بتعدى 130 دابا. يلاه نعطيو شويه البارطاج 949 مشاهد اللي شافوا هذا المباشر. تمنيه البارطاج. بارك الله فيك اخي، الله يعاونك، الله يعاوننا عاونكم اخويا، شكرا. انا اللي طلعت معاك على الخدمه من الدار البيضاء. مرحبا بك اخويا، تحياتي لك اخويا. بدر محمد تاونات والقريه ديال با محمد، تحياتي للناس التاونات، تحياتي للناس ديال القريه ديال با محمد، تحياتي لهم، تحياتي لجميع المغاربه والمغربيات من طنجه للقويره. عمر الف تحيه، وتحيه للاخ مول القرطاسه من اسبانيا، تحياتي لك اخويا، تحياتي للجاليه المغربيه اينما ذهبوا وارتحلوا. هيا علينا 150 اللي معنا في وسط المباشر، عطيو شويه البارطاج. كريم السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا كريم، مرحبا بكم اخويا. الانسان كيدخل اصاحبي كيقدم لك غير السلام بعدا باش كتعرف الانسان انسان بعدا. وبنادم داخل ما يكتب لك السلام عليكم كيبقى ماك اصاحبي مالك شنو خفتينا السلام عليكم وقيلا غنتخلصوا عليها. راه ما كتخلصوا على التوزه، يا كتبتي ما كتبتيش، يا بارطاجي يا ما بارطاجيتيش، راه ما كتخلصوا، ما دايرين لا انستاس للتوزه، راه كنصيفطوا الرساله لولاد الشعب. الخلاص ديالنا هي اللي تاثرنا وتحبينا ولينا جسد واحد وطهرنا الفساد والفاسدين، هذاك هو اكبر خلاص عندنا. نعم اخويا، بارك الله فيك اخي الكريم، الله يبارك فينا وفيك اخويا، شكرا شكرا. أبا يحيى محمد السي محمد، أنا بالحسيمة والتونات ومع كامل الاحترامات لأهل التونات الجيران، تحياتي. احنا كلنا مغاربة وخوت وخوا أخويا، سواء توناتي سواء من الحسيمة سواء من الناظر سواء من الشمال سواء من الجنوب سواء من ما بغيتي تكون في هذا الوطن من طنجة للقويرة، فأنت مغربي خويا وأنا خوك وانتهى الكلام. كريم ربي يرحم موتاكم ويصبركم في مصائبكم، شكرا أخويا، تحياتي لك أخويا، شكرا. تحيات خويا، احبك في الله اخي، الله احببك الله فيما حبيتنا، شكرا اخويا، تحياتي لك. قال لي واحد القويران تاع موريتانيا راه براسها راه كانت مغربيه، راه كان المغرب كبير، كان المغرب الكبير الشمال افريقيا كان المغرب واحد عبر الاجداد، موريتانيا براسها راه كانت مغربيه. عاش الشعب اخويا، شكرا. على الخطوه ما وصلتش اصاحبي حتى 400 ولا 500 صاحبي، موالفين كتوصلوا حتى 1600 800 دابا يلاه 200 ما وصلتش. زين السلام عليكم بخير، فين هاد الغبره سيمون القرطاسه، ديما كندخل الكونت ديالك نشوف واش راك داير اللايف خويا، راه سيمانه كانوا موقفين اللايف اخويا، اسبوع راه ما عاد فتحوه اليوم اخويا، الله يحفظك اخويا، شكرا. ملي تدخلوا للصفحه الرسميه هزوا المقاطع د الفيديو ونشروهم عندكم ونشروهم للاصدقاء ديالكم ومرحبا بكم. نعم اخويا، تحياتي اخي، نحن اخوه في الله من طنجه القويره، شكرا اخويا ايوب، مرحبا بك. 1200 المشاهدين والمشاهدات اللي تبعوا هذا المباشر، 74 ديال البارطاج، مرحبا بكم وتحياتي لكم. يلا باش نعطيكم الكلمه، خليه يطلع اللايف شي شويه باش نعطيكم حتى نتوما الكلمه. يلا تكباس، برك على الشاشه صاحبي، ها برك في وسط الشاشه باش كيطلعوا القلوب، ها انت شوف، ها تكباس، شنو معنى التكباس؟ كتبرك على الشاشه كدير ها بصبعك كتبرك كيطلعوا القلوب، ها انتم دابا تبارك الله علينا دابا 100 غير بركوا كاملين، وبارطاج برك على داك السهم اللي داير، بارطاجي الجروبات المجموعات لصحابك الواتساب، غير بارطاجي في اللي لقيتي صيفط له هذا اللايف هذا، ودير شويه تكباس، ديروا تكباس اصاحبي باش يطلع اللايف ويطلعوا التعاليق باش يوقع التفاعل شويه في المباشر.
باش اللي يطلع يوصل الرساله ديالو، واللي بغى ينشر عنده شي قناه شي صفحه في اليوتيوب في انستغرام في تويتر في الفيسبوك في التيك توك، عندك شي قناه شي موقع، هز هاد اللايف ونشرو. نشروا الا بغيتي تسجلوه هكا بالتعاليق ديالو، نشروا بالتعاليق، نشروا تكوبي عندك كوبي، المهم نشر غير نشر غير نشر غير نشر غير سجل ونشر. وشكرا لكم اللي كينشروا، شويه من المغاربه والمغربيات الرجال والشرفاء اللي كينشروا ويبارطاجيو بحال هاد اللايفات. قال له عيش نهار تسمع خبر. ضحك اخويا، ضحك مع راسك، قال لك ضحك لي الدنيا تضحك لك. ضحك اخويا، هذه الصفحه ضحك مع خوتك المغاربه والمغربيات، وانت حر مع راساتك، وطلع عبر كاع انتقدنا، كاع شي غير انتقدنا غير باحترام، طلع انتقدنا، طلع كذبنا، طلع ايدنا، طلع غير ما تسبش وغير ما تهددش وما تخيلش بالكلام الفاحش. هذو ثلاثه ممنوع يكونوا فيك. اما انتقدنا ايدنا ما تايدناش، ضحك مع راسك، انت حر. هذه الصفحه ديال الحريه ديال ولاد الشعب، ديال المول القرطاسه ديال المغاربه والمغربيات. مرحبا بكم. هكا خصنا نتعلموا بيناتنا الشيء يحترم الاخر والشيء يعطي الحريه للاخر. نعم اخويا ايوب، الاحترام واجب. قال لك احترم تحترم، راه الاحترام راه واجب انساني. محمد تحيه لك يا محترم، تحيه متبادله اخويا. مرحبا بك اخويا محمد. يوسف قال لي هذاك علاش كنضحك. اخويا مرحبا بك اخويا، المغاربه كلهم كيعرفوني ماشي غير انت، راه ما تنساش بان المغاربه راهم كلهم كيعرفوني، ومن غير المغاربه راهم كيعرفوني، معروف الحمد لله في التواصل الاجتماعي. الشيء اللي كيعرفوني المغاربه على اللي خارج في المنطقه فين كنسكن اكثر من انت اللي كتعرفني اللي قريب. شي انت اللي قريب تكون من الحومه فين ساكن معايا او ساكن معاك، كاينين المغاربه اللي خارج الوطن وكيعرفوني اكثر منك، وكاين المغاربه اللي بعيدين علينا في المدينه اللي كنت عايش فيها انا وكيعرفوني حب المعرفه. يعني انا معروف الحمد لله، انا بحال اللي غنقولوا واحد المواطن اللي ولا مكشوف ولا معروف عند المغاربه. اي مغربي سواء داخل الوطن سواء خارج الوطن، المغاربه كلهم كيعرفوني، على قرب. واللي قرب التعارف بالشعبيه هو التواصل الاجتماعي. تحياتي لك اخي يوسف. اجي انت خسرتي الهضره خوي، الصفحه راه ما فيهاش المزاح اخاي ديالي، خسر الهضره، خرجتي السطر والله ما نعقل عليك البلوك، والله تكون اعز واحد عندي. احترم تحترم، والله يا حنيني وما احترمتي هاد الصفحه ما احترمتي الرجال والشرفاء وخرجتي السطر الا تندير لك البلوك. خوي سير دير صفحه اخرى وعاد اجي دخل هاد الصفحه وتحترمنا نحترمك، ما تحترمش ممنوع المكان لك. واخا تكون اعز واحد عندي، واخا تكون مع عائلتي، تكون خويا، تكون كيما بغيتي تكون النوع ديالك. الا ما احترمتيش الشعب وما احترمتيش هاد الصفحه وما احترمتيش ولاد الشعب وما احترمتيش المواضيع ديالنا، حنا كنهضروا دابا في المواضيع. ومنين يكون بيني وبينك انت لا كنتي ولد حومتي ولا مع عائلتي ولا كذا، منين يكون انا وياك كنضحكوا نحماقوا انا وياك ما عندناش مشكل. كاين في المباشر راه كنتباشروا مع الشعب، كنصيفطوا ميساج للشعب، راه كيوقع المعقول. عندك المعقول دخل تناقش معنا، ما عندك سد فمك ولا سير بحالاتك، سير غلط. راه انت دخلتي غلط لهاد الصفحه، راه ما غنعقلش عليك وما غنرحمكش. في الناحيه تحترم نحترموك، هذا راه مباشر، كنتباشروا كنوصلوا مواضيع كنوصلوا رسائل. تحترمني مرحبا بكم فوق راسي، ما تحترمنيش
خلي الحومه وخلي المعرفه وخلي من انا من عائلتك ولا انا من جهتك ولا وانا حيد عليا هاد الهضره هذه كلها، ما كنلغيها معك هنا في اللايفات كيولي شكل اخر. كنصيفطوا رسائل للشعب للدوله للنظام للعالم كيشوفنا، العالم كيشاهدنا، راه كيوقع المعقول. منين تطفي اللايف تلاقى انا وياك نحماقوا، انا وياك ما عندناش مشكل، انا وياك كولد حومتي كامل عائلتي كاخويا كاكا ما كيهمناش. ولكن ملي كنفتحوا المباشره كنتباشروا مع الشعب، كنتباشروا مع رسائل نوجهوهم، راه كيوقع المعقول السي. خليونا من داك تخلطوناش المعقول والضحك والمعرفه وداك الشيء كله كنلغيه. انا عندي المغاربه كلهم معرفه، كلهم عائلتي من طنجه للقويره، كلهم حومتي، كلهم عائلتي، كلهم حبابي، كلهم خوتي، وانتهى الكلام. سالينا الموضوع، سدينا هذا الباب هذا. تحياتي للجميع. اجي انت بلوك، احترم سيدك الشعب، احترم ولاد الشعب، هذا راه الصفحه ديال ولاد الشعب. نعم اخويا ابا يحيى محمد، العداوه اصلها مزاح. لا ما عنديش مع المزاح، انا ما عنديش، انا في الواقع ما عنديش المزاح. شيخ ابا يحيى اقسم بالله العظيم الى المزاح ما كيعرفوني ولاد المنطقه، ولاد الحومه ديالي، ولاد العائله ديالي وكذا، ما عنديش المزاح اصاحبي، ما كنعرفش انا المزاح، الضحك ما كنعرفوش انا بنادم يهضر معايا معقول ولا يعطيني التقار من الاخير. اما تهضر معايا معقول وتسولني شي سؤال اللي هو معقول، مرحبا نتناقش معاك. غتبقى تزعبل عليا ودير عليا العياقه والاستاذيه، راني نكرهك. غير لا تهضرش معايا، من الخير ديالك ما تهضرش معايا، من الخير ديالك ما تهضر معايا، ما تناقش معايا. نساني ننساك، سالينا الموضوع. انا مع الرجال، مع اللي كيحترم ويحترم، انا مع الحترم نحترمك، انتهى الكلام. تحياتي لك اخويا. نعم اخويا ابا يحيى محمد، هكذا نحن كلنا، حياك الله. نعم نحن كلنا رجال وشرفاء. سعيد، تحيه اخي محمد، تحيه متبادله اخويا، شكرا. قال لي واحد شكون انت باش نسولك؟ سير بحالتك، سير اجي، يلا سير بحالتك، انت دخلتي غلط، يلا بلوك، سير اجي انت. واخا نخليك انت، نعطيك فرصه واحده اخرى تنشوف شنو غادي دير، تنشوف فين غتوصل، وهذيك الساعه غادي دير. اجي انت خويا، سير بحالتك، يلا اجي انت بلوك، زيد. زيد يلا بلوك، سير ابو زبال، عرفت العقليه ديالك ابو زباليه، سير بحالتك، يلا خوي. يلا دابا تسال البلوك من عندي، قبيله خليتك جوج المرات، الثالثه عقت بك بلي انت غير ابو زبالي. شكون اللي صيفط لنا الكاميرا؟ شكون نعطيو لك. زيد مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا رشيد مرحبا بك اخويا. على السلامة خويا محمد، خلي القافلة تسير، خليها تسير. خويا محمد، القافلة تسير والكلاب تعوي، خليهم يعويو. فإذا عوت الكلاب فالرجال تنطلق في الطريق. غنصيفطو ملي خرج السطر، كنصيفطو يمشي يرتاح. لا خويا محمد، شوف انا ما كننصحكش باش تبلوكيهم، خليهم يعبروا على الرأي ديالهم المشؤوم، رأيهم المشؤوم. شوف انا ما كنبلوكيش اللي كيعبر، اسمعني خويا رشيد راه كتفهمني. خويا يوسف واحد شويه نعطيوك الكلمه، خويا يوسف داك المايك، شوف محمد، حتى هذاك الكلام التافه راه يمثلهم، راه كتعطيه القيمه ديالو، خليه، ما تشوفش في ديك التعاليق السلبيه، خليها تدوز. علاش؟ مزيانه ليك نتايا، فهمتي، في الصالح ديالك انت.
خلي التعاليق يدوز فهمتي، ما تبلوكي حتى واحد، خليه باش يبان هو، باش يبين راسو هو شكون، هو الاصل ديالو، المعدن ديالو شكون هو، باش كاع الناس اللي معاك في اللايف يعرفوا هذاك المعدن ديال داك الموسخ المدلق، باش يعرفوه بان مدلق في عقله، في قلبه، في جميع الاوصاف مدلق فيها، فهمتي. خلينا نتفرجوا في الاوساخ ديال البشر، خليه ما تبلوكيش، خلي اخاي محمد، نصيحه مني، خليه. شكرا. خليك معايا اخويا رشيد، نعطيو الكلمه ليوسف. يوسف افتح داك الميكرو، سد الميكرو. انا سفيان اخويا نعطيك الكلمه، خلي يوسف يعطي الكلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، بخير؟ كي داير اخويا يوسف؟ مرحبا بك اخويا، تحياتي لك. عندك شي كلمه؟ مرحبا. راك كتعرفني خلاص. تفضل اخويا، حنا معروفين كنا المغاربه بحال كنا حومه وحده، كنا مغاربه من طنجه للقويره، كنا سويه، كنا خوت وخاوه. تفضل اخويا عطينا الكلمه ديالك. شوف ماشي يبقى فيك الحال ضحكت ولا شي حاجه، لا انا مثلا خليتك الحريه ديالك، العيب والعار. الا راني فهمتك، ضحك مع راساتك عادي، عزيز وغالي. حنا لما تلاقيناش في هذا اللايف غنتلاقاو برا، راه عادي، ما عندناش مشكل. انا المغاربه والله العظيم ماشي كنهضر معاك، الا كنمشي تبارك الله لاي مدينه تبارك الله المغاربه كيتلاقاوني بالالاف كيتلاقاوني تبارك الله. كاين اللي كيتصور معنا، كاين اللي كيجلس معنا، كاين اللي تبارك الله ما شاء الله. انا هذا الشيء علاش طلعت عندك. تحياتي اخويا، تحياتي. تفضل اخويا، عندك شي كلمه؟ الله مرحبا بك يوسف. بغيت غير نقول لك، شوف ما يطلعلكش الشم على ضحك وصافي، هذا الشيء علاش طلعت لعندك وصافي. لا والله العظيم انا مقبول اخويا، عزيز وغالي اخويا، ولي راه زعما كاع انت وضحك مع راسك، انت ديما تبقى قال لك ضحك لي الدنيا تضحك لك، ضحك اخويا وكتضحك مع خوتك المغاربه. شنو هو المشكل؟ بغيت نسولك يوسف، انت يعني انت في المنطقه مثلا اللي كنسكن فيها، مثلا المنطقه كي كتعرفني، اش كتعرف عليا مثلا دابا هذه الشهاده غتكون منك وغادي تقولها في هذا المباشر، وغتبقى مسجله هنا في المباشر، واحد الشهاده ديالك انت كولد المنطقه اللي كنت عايش فيها، كي كتشوفني انا كمغربي وكضحيه وكمعتقل سياسي، ويعني هذا الكلام اللي كنقول وهذه الحياه اللي كتشوفني على قرب، انت كتشوفني على قرب، كيفاش كتشوف المصداقيه ديالي والحياه، ويعني مثلا عطي واحد النبذه على ضمن القرطاسه مثلا. تفضل، عطيتك الاذن باش تعطي نبذه عليا. انا بعدا من النهار اللي كنعرفك، ملي كانت عندي في عمري واحد 10 سنين وكذا، شتي تترجع دابا راه عندي 40 عام تبارك الله. تبارك الله، الله يسخر. يعني احنا كنا مجموعين في واحد الحومه، كنعرفوا عليك راجل مزيان، يعني بحكم الطفوله ديالي القوت ديالك اللي كتسمعش بها راه من شحال هادي، وانا المهم كنعرفك راجل الله يعمر راس العا صراحه الله. شكرا. وبالحكم الخدمه ديالي اللي وليت كنخدم، راك وليتي كتجي كتقهوى عندي. تحياتي لك. شنو كتسمع مثلا، شنو كتسمع المنطقه، الناس ديال المنطقه اش كيعاودوا عليا مثلا، اش كتسمع ولاد الشعب اللي قراب ليا مثلا اش كيعاودوا عليا، واش كيشوفوا كي كتشوفوني نتوما مثلا، كي كتشوفني مثلا، كي كتشوف ذاك المواطن، واش ذاك المواطن المغربي اللي كيبغيتوه تشوفوه نتوما كشعب، او مثلا عطي شي نبذه على مول القرطاسه، من حقك عطيتك المصداقيه، اهضر كل اريحيه. الصراحه داك الشيء اللي سمعت عليك انايا شحال هذه، المشكل اللي كان لكم شحال هذا داك الشيء ديال فهمتي اضراب انتفاضه، يعني انا عاقل على الاضراب، انا اللي وقع راني عاقل عليه فهمتي، وما عمري سمعت عليك شي حاجه خايبه الصراحه الله. شكرا. وكنسمع عليك هي حاجه مزيانه، ومازال لحد الان كنسمع عليك حاجه مزيانه صراحه الله. شكرا. يعني كنشكرك اخويا. حنا ولاد المنطقه، ولاد بن سوده الفري الحرار. نعم. انا بعدا كنعرف عليك بعدا الله يعمر راس العا صراحه الله. شكرا. هذه الهضره اللي قلتها اخويا يوسف، واقسم برب العرش العظيم لعاميه ولاد الشعب، وبالخصوص المنطقه، وفيهم حتى السلطه وفيهم حتى الامن، واقسم برب العرش العظيم الى شهاده من عندهم من فمهم لعندي، كيقول لك انت رجل تبارك الله ما شاء الله، رجل صالح ملتزم مع الوطن، الحمد لله ما كتأذيش، ما عندك الشغب، ما كتدعيش الشغب، ما كتدعيش الفتنه، ما كتدعيش هذه الامور، كنعرفوها من ضابط فيها، وكنعرفوك واحد الرجل صالح والحمد لله محبوب، وهذه الشهاده منك، ياك ما قلت لكش انا شهد معايا، قلت لك تقول كلمه حق فيا وعطيتك الاذن، والحمد لله ما قلت غير الصراحه اخي يوسف، كنشكرك بزاف. وهانتم سمعتوها اخوتي المغاربه والمغربيات،
هذا هو مول القرطاسه. مول القرطاسه مواطن مغربي كيبغي الخير ليه ولغيره، وهذا الشيء اللي كنقولوا راه باغي يطيح في ارض الواقع. انا باغي المغرب للمغاربه، انا باغي مثل يوسف يكون هو عنده مستقبل ديالو، باغي مول القرطاسه تكون عنده مستقبل، باغي انت الاخر انت الاخر. انا ما باغيش واحد المواطن او مواطنه في هذا المغرب، في هذه الجغرافيه اللي كنتعيشوا من طنجه للقويره، ما بغيتش الظلم، ما بغيتش تلافيق، ما بغيتش الحقره، ما بغيتش التفقير للوطن والمغاربه والمغربيات. انا بغيت العزه والكرامه للوطن وللمغاربه، بغيت الحقوق، بغيت العدل، العداله الاجتماعيه، بغيت المواطن، بغيت الموظف الشريف في المكان المناسب له، بغيت المسؤول الشريف في المكان المناسب له، بغيت كل شيء تعطى له القيمه ديالو، لا الموظف ولا المسؤول، كل شيء تهز السميك ديالو، تهز القيمه والشان ديالو كموظف كمسؤول كولد الشعب. هذا هو المغرب اليوم اللي بغينا المغرب للمغاربه. تحياتي لك اخويا. عندك شي كلمه اخويا يوسف؟ نقطه عندي اخي محمد، واحد النقطه عندي. مرحبا بك. بالنسبه للاخ رشيد، واحد الهضره، المهم انا ديما كنسمع له هو ما تقولهمش خليهم يذبحوا، يعني داك الشيء شغله هو، داك انا الراي ديالي كيبقى ديالو. هو هاد هو اللايفات بالنسبه ما خصش بنادم يكون فيهم، خص يبقى اللايف نقي، يعني من حقه هو يبلوكي، من حقه يبلوكي. تمام، شكرا. الا جا هذا واحد هذا النهار وجا الاخر وقال هضره والاخر قال هضره، يعني هذا اللايف هذا غتمشي عليه واحد السمعه خايبه. غيتسرو. انا ذاك التصرا ما عنديش اخويا يوسف. تحياتي لك، وراه انت عارف المقصود ديالي. انا اللي احترمنا مرحبا به، اللي ما احترمناش راه غادي نديروا له بلوك ويمشي بحالته، لان الصفحه كيدخلوا فيها خواتاتنا مغربيات، كيدخلوا فيها المغاربه، كيدخلوا فيها عائلات. شوف محمد، نقول ما تنساش واحد النقطه. دابا انا راه كنهضر معاكم، راه ديالي حدايا وكتسمع كل شيء. شكرا، وتحياتي لك وتحياتي للاسره ديالك الصغيره والكبيره. يعني من اخونا شوف وهي راه طالقه اللايف حتى هي في تليفونها وكتشوف، يعني باش انا عاقبت رشيد على هذه النقطه هذه، يعني من الاحسن يبلوكي. نعم يعني نعم لان كاين خوتنا وخواتاتنا. نعم هي كاميرا. لان هذه القضيه يوسف انا كنأيدك فيها وكنتفاعل معك، لاننا تلاقاوني نساء واطفال ورجال، اقسم بالله العظيم كنبيع في المنطقه لا تعرف، كنبيع يوميا، كيتلاقاوني كيقول لك حنا كنتفرجوا فيك حنا وليداتنا. انا عيالات قالوا لي حنا كنتفرجوا فيك مول القرطاسه، الكلام ديالك نقي كيعجبنا زويون. كان هذا هو علاش انا كنبلوكي، باش ما يتصلوش علينا وحدين اخرين داك اللي هما كيسيئوا، هذوك الاساءه كنسميهم. انا ما غنقول لهم لا كلاب، الكلب راه كيبقى كلب والانسان كيبقى انسان، لان الانسان مشرف ومكرم عند الله عز وجل. انت هضرت عليا، انا غنرد عليك باحترام. خويا يوسف، العقاب اصلا من الله، باش تعاقبني ما عندك الحق باش تعاقبني. ثانيا انا ملي قلت هذا المثال، غير اسمعني خويا محمد، انا ملي قلت هذا المثال، هذا مشهور عندنا في الوطن: الكلاب تنبح والقافله تسير. هذه غير مقوله مغربيه. فهمتي؟ اذا مثلا واحد الانسان كيقول السوء، انا بعدا بالنسبه لي نسميه كلب، خنزير، كما بغيت نسميه انا. ماشي مشكل رشيد، ماشي مشكل ماشي مشكل. انتم بجوجكم خوت مغاربه. رشيد يوسف راه زوين وانت زوينه رشيد، بجوجكم الله يعمرها سلعه، بجوجكم خوت مغاربه. ورشيد يوسف قصدها بواحد المقصود، وانت رشيد قصدتيها بواحد المقصود، ولكن الكلمه كتبقى الاولى والاخيره ديالي. انا اللي غنعاقب رشيد بحال انت، بحال هو قال لك نعاقب رشيد. علاش نعاقبني ولا نعاقبك؟ انا ولد الشعب، ما تعاقبني ما نعاقبك، ولا يعاقبني هو ربي، ما يعاقبني حتى واحد. لا غير بغا يرد عليك، ماشي مشكل اخويا رشيد، مقبوله منه، وانت اخوه هو اخوك، وانتم ما قلتلكش شوف محمد، راه ما قلتلوش انا نعاقبك، قلت له نعاقب لك على واحد الكلمه قلتها. لا التعقيب غير تعقيب على ذاك الهضره اللي قلتيها، غير تعقيب ماشي عاقب. انا ما جدارمي ما بوليسي ما حاجه غنعاقبك. لا بحالي بحالك. حنا كنا مواطنين، ولو داك الجندر ولا داك الامني او داك المخابراتي او داك السلطات، هو راه مواطن بحالنا بحاله، حتى هو راه ولد الشعب. انا قلت له غير نعاقب على واحد الكلمه قالها، ماشي نعاقبك. تعقيب على كلمه صافي. نعاقب باش نفهم. انت قلت نعاقب، ما قلت نعاقب على رشيد. هو فهمك رشيد، اخويا يوسف، انت اخويا وانا اخوك، حنا كاملين خوت. غير هي توضيح، انت قلتي نعاقب رشيد، ما قلتيش نعاقب على رشيد. وضح لك رشيد ديالي ماشي وكذاك اخويا، راه المقصود ديالي ماشي وكذا. والمهم تبارك الله عليك اخويا. شكرا اخويا يوسف، عزيز وغالي اخويا محمد، خويا الله يعاون. تحياتي اخويا، كنشكرك اخويا يوسف. رشيد راه وضح لك، والحمد لله الكلمه الطيبه اللي قلتيها في الخاتمه. انت اخوه هو اخوك، وانتم اخوت وحنا اخوت كاملين. تحياتي لك. نعطيو الكلمه لابادر، وغادي نعطيو الكلمه مور ابادر المتدخل الثالث، عاد نعطيو الكلمه لرشيد. تفضل اخويا ابا يحيى.
ابا يحيى محمد. السلام عليكم السي عليكم محمد السلام اخويا، مرحبا بك بخير. اخويا. تحياتي لك وتحياتي لجميع الاخوان تحيه وتحيه متبادله للسي اخويا. رشيد صديق ديالنا. قلت لك السي محمد خويا غادي نبدا لك بواحد آية قرآنية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الإنسان ما يأسش من واحد الحاجة، إنما خصنا واحد الفكره ان هاد صندوق المقاصه يكون عند فيها مال من الثروه د الوطن، من الثروه د البلد، تدعم المواد الاساسيه. يعني باش المواد الاساسيه للمواطن اللي كيحتاجها المواطن اللي هي الضروريات تكون رخيصه وكتلائم مع السوق ومع الصالير د العمل ديالو ومع البيطاليين ومع كلشي، كتكون موافقه شويه. اما هاد غلاء الاسعار السي محمد اخاي يهدد الامن والسلم الاجتماعي والامن الغذائي بجوج، ومهدد العديد من الاسر المغربيه ما كيلقاوش ما ياكلوه السي محمد اخاي. ربما كياكلوها الخبز وتاي، وكاين اللي ما كيلقاهش وبزاف د الحاجات. انما هاد الحكومه وهاد الاحزاب وهاد الشيء كيخصهم ياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار. يعني ثروه البلد تبقى لابناء المغرب، ابناء البلد، ابناء الوطن. اما انا البارح عطيت لك الاخر ديالها المجموعه الثروه واللي كتدخل الدوله المغربيه راه كافينا بلا مديونيه بلا والو، كافينا باش ندعموا المواد الاساسيه في الدوله ديالنا ونمشيو العصر ونواكبوا العصر. وتحياتي والسلام عليكم. شكرا اخويا ابا يحيى محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا سفيان افتح الميكرو اخويا، مرحبا بك باش نعطيو الكلمه من موراك الحمراء. سفيان. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا سفيان، مرحبا بك. داير السي محمد لاباس عليك اخويا؟ الله يحفظك اخويا سفيان، مرحبا بك، تفضل. الله يحفظك اخويا. زيد شويه الصوت اخويا سفيان. حيد داك الكيت باش نسمعوك مزيان اخويا، باش يدوز الصوت مزيان. واخا حيد الكيت، حيد بابا باش يدوز الصوت مزيان. تفضل. تبارك الله عليك اخو السي محمد. شكرا اخويا، مرحبا بك. راك منور اول مره تدخل على اللايف ديالك، اول مره اخويا. الله يحفظكم اخويا، انتم منورين انتم. تنشوف كتاب بلوكي ما كاينه بلوكي لا تنتاج ليا في الناس، راه تيهضروا صح ولا واحد الشيء صح بلوكي مزيان على حقك هادشي اللي كاين. وقبيله تنكتب لك انا واحد التعليق تنقول لك اودي راه ما تيبانوياش التعليقات ديال الناس وما تديتيهاش ليا في هذاك التعليق ديالك. لا ربما اخويا كاين التعاليق اللي ما كيبانوليش اخويا سفيان، اسمح لي، كاين التعاليق اللي ما كيبانوش، راه ما يمكنليش غيبانوا، راه تقريبا لا تيدوزو التعاليق. المشكله شنو هو القميجه عندك، الا دازوا التعاليق مجهدين، الا دازوا مزروبين نقدر ما نقراهمش. تفضل اخويا، مرحبا بك. كتب قول داكشي اللي كتبتيه، قولوا داكشي اللي كتبتيه، قولوا دوزوا في الميساج في كل مره. مرحبا. قلت لك انا التعليق زعما اللي كتبت لك، ما كتبتلكش شي تعليق ماشي، قلت لك زعما غير راه السي محمد راه تيبان لنا راه التعليق ما تيبانوناش ديال الناس الاخرين بسبب القميجه عندك بيضاء وهما مكتوبين البيض مع البيض، عندك الحق، هذه كاينه، هذه كنعطيك عليها الجيم، لان الحاجه البيضاء ما خصهاش تلبس في اللايفات. انا معاك في هذه القضيه، انا متفق معاك. تفضل اخويا، الله يحفظك اخويا. شكرا محمد الدخامات. اول مره تندخل انا في اللايف ديالك، راه اول مره. شكرا، مرحبا بك اخويا، فوق راسنا اخويا، مرحبا بك، الصحه ديالكم. بارك الله عليك. يلاه وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، واحنا متبعين ان شاء الله. ان شاء الله اخويا سفيان، كنشكرك اخويا، تحياتي لك، الله يحفظك اخويا. خويا نعطيو الكلمه، افتح ذاك الميكرو الحمراء. السلام عليكم.
عليكم السلام اخويا، مرحبا بك اخويا مغربي. بعد راه اول مره كنشوف هذا التعليق، هاد البروبيات. لا مغربي ادريسي مرابطي. مرحبا مرحبا بك. صافي ثلاث الهضره دابا، انت خونا مغربي تفضل من حقك، لان هذا امر داخلي ديال المغاربه. تفضل اخويا. لا شوف، بعد اولا وقبل كل شيء ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. غير هذه من باب نقطه نظام، احنا كمسلمين يعني محبذ الانسان لما يبدا بالبسمله لانها فيها البركه. طيب، هذا الاسم اسمح لي عليه، الله يرضى عليك. انا ابن تشافين وطلعت معك بزاف ديال المرات، فهمتيني الا تذكرتيني. هذا الاسم عنده تاريخ، يعني عنده سبب، وانا غنشرحه لك بلاتي. هو الحمراء والبعره. المهم انا غنشرحه لك بلاتي. طيب، هذا ماشي مهم. اللي مهم أنني أود أن أتدخل هنا في هذه المنصة المحترمة، وأشكر الأخ مول القرطاسة. دائما أقدرك، وأنا تنطلع أحيانا عندك وما تنطلبش الجيست، تنبقى نتصنت وتنتابعك. الذي يعني دائما أحترمه يعني هو الخط ديالك المتماسك الذي لا يتزعزع لا هنا ولا هناك. يعني بمعنى آخر أنك إنسان، هذا ولا نزكي على الله أحدا. عندك الشفافية، عندك المصداقية، لأنك أنت تمثل المغربي الوطني الذي يتشبث بثوابت الوطن. ونحن لا نعرف أحدا، نعرف فقط إمارة المؤمنين، وما كنعرفوش شي حاجة أخرى. وإمارة المؤمنين نحن نعرف أن علينا يعني كمغاربة مخلصين وطنيين أن نقدم لها الدعم لكي تتخلص من البيادق التي أرادت أن تجعل من مغربنا الحبيب مرتعا للعلمانيين ومرتعا لكل من أراد أن يغرز فينا الميكروبات والجراثيم. وأنا من الذين لا يتكلمون عن البطن، لأن البطن هو آخر شيء نتكلم عنه. لأن المغربي دائما كان همه الدين، كان همه العقيدة، كان همه الإخلاص لله تعالى ولرسوله ولأولي الأمر. إذا خدمت التاريخ المغربي من الأدارسة إلى العلويين نجد أن المغربية، ولا أقول المغربية الحر، لأن المغاربة كلهم أحرار، من شمالهم إلى جنوبهم، من شرقهم إلى غربهم، كانوا متمسكين أولا بعقيدتهم الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الوسطية، وكذلك متمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان المغرب قلعة للدفاع عن هذه الثوابت. والتاريخ الذي يتطلع على التاريخ المغربي يعرف هذا. ولنا يعني شهادات حتى من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصف المغاربة بأنهم إذا جيتهم بالخير غادي يعطوك الخير، جيتهم بالشر غيقابلوك بالشر. المغاربة معروفين دائما بصمودهم في وجه الشر. طيب، هذه مقدمة، وأنا أعلم من خلال متابعتي لك أنك على هذا المنهج. أخي الكريم، إخواني الكرماء، شوف، إن الأمر جلل. دابا حنا بدل من الطاقات ديالنا نفرغوها في المسائل اللي هي صحيح ضرورية كالغلاء وكذا وكذا، هذا شيء ضروري، احنا ما نمشيوش للمثاليات، ولكن هناك الآن ضروريات وأولويات. أعطيكم مثالا الآن: الهجوم على المقومات الإسلامية، منها تطبيق بنود ما يسمى بمنظمة سيداو المنضوية على منضوية تحت الأمم المتحدة، التي تريد أن تهدم الدين الإسلامي بطريقة منمقة، وآخرها القانون الذي مرروه فيما يسمى مدونة الأسرة، واللي عطوا فيها يعني اللي خلوا المرأة يبينون لها كأنهم يدافعون عنها، وهم يمزقونها تمزيقا. يمزقون أولا المرأة
وبالتالي الأسرة المغربية، وبالتالي الأولاد والمجتمع المغربي بعامته. حذاري حذاري أن تنطلي عليكم هذه الحيل، لأنهم يلهونك بغلاء الأسعار، وهذا أمر مهم كذلك. لأن يقدر يجي شي واحد يقول لك وانت كتخربق علينا، راه الغلاء الأسعار وكذا وكذا، وشكون يوكلنا؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت إذا أعطيت الأولوية لعقيدتك ولدينك ولثوابتك فإن هذه الأسعار ستنخفض رغما عن أنفهم، لأنهم سيعلمون أنك في تمام الوعي، وأنك مرابطي، وأنك شريف. لأن علاش إلا بقيتي كتركز غير على البطن ديالك، هادو سيعتبرونك كالبهيمة، وهم للبهيمة مسيرين وللبهيمة مروضين. فلذلك أيها الأخوة وأخي الحبيب، والله لا تنحبك في الله، ركز على التوعية، على التشبت بالعقيدة، لأنهم أكره ما يكرهون أن الإنسان يتشبت بعقيدته. حنا كنمشيو للأمور اللي هي تتبع العقيدة، لأن إذا تحطمت عقيدتنا وتحطم إسلامنا وتحطمت ثوابتنا ماذا بقي لنا؟ انظر إلى المجتمعات الغربية، لا دين لا عقيدة لا ثوابت، فهم كالبهائم والأنعام، بل هم أضل، كياكلوا ويشربوا السوبر ماركت وما عندهم حتى شي حاجة. راه انا عشت تما وعرفت حتى نقول. يقدر شي واحد يقول لي مثلا انت راك ما عارف والو، اوروبا كذا، انا راه السنان ديالي طاحوا تما والحمد لله تعالى فتح علي الله تعالى، ورجعت الى بلدي العزيز تحت اماره المؤمنين. رجعت لكي اساهم في حمايه وطني وفي الذود عنه بكل غال ورخيص. كيف ادافع عن وطني؟ بان اقدم النصح لله ورسوله ولأئمة المؤمنين وللمؤمنين عامة. هذا هو النصح. احنا ما تنافقوش، ما تنراوغوش، ما تنكذبوش، بالعكس نحن هم الوطنيين الأحرار والأقحاح، بحال الأخ مول القرطاسة تيتكلم ما شاء الله عليه، حتى وإن كان بعض الدخلاء تيحاولوا يورطوه بأن راه تيدير، ولكنه هو الوطني الحر، لأنه يحب إمارة المؤمنين ويمقت كل خائن للوطن، ويمقت كل مندس، لأن هؤلاء العلمانيين الذين أرادوا أن يدخلوا علينا الميكروبات والجراثيم. احنا المجتمع المغربي مجتمع فيه السلم والسلام، فيه الوسطية، فيه التدين الصحيح. احنا ما غنخلقوش شي دين صحيح، احنا عندنا القرآن والسنة، عندنا الأئمة ديالنا الكبار مغاربة ماشي المشارقة. غير بحثوا على العلماء المغاربة راه موجودين، ها قنون، ها الجردي، هذا راه موجودين تبارك الله. غير انتم سوقوا لهم، ها هو الكمال شابون، ها هو كذا، ها هو كذا. فإذا خلاصة القول، شوف الكلام على الأكل والشرب وعلى الأسعار راه ضروري، ولكن هناك أولويات، لأنهم يحاربونك بتلهياتك بهذه الأمور، وراهم يدوزوا القوانين اللي هي غادي تعود عليك بالضرر. أخي الكريم، أختي الكريمة، غتعود عليك بالضرر، وبالعكس ستحطمك وتهدم أركانك وتهدم بيتك. تصور أنك الآن عندك زوجة غادي توقف لك واحد النهار وتقول لك اسمع سيدي، ها الباب، شد الباب ولا غادي نجيبهم لك. وهذاك الشرطي المؤمن المسلم مسكين، راه الأوامر ما عنده ما غايدير، حتى هو راه زوج ويعرف أن هذا سيضره، وغتلقى راسك بايت في الزنقة، وغتلقى راسك غتجي ترغب وغترجع عندها بحال الكليب. سمحوا لي على هذا الكلام هذا. إذا أختم كلامي بالصلاة والسلام على رسول الله، وبحمد الله تعالى وبشكره، ثم شكر هذا الأخ اللي فتح هذه المنصة. أما رجوعا إلى ما قلته في الأول، الحمرة والبعرة، أخي الكريم، أنا تعمدت هذا العنوان لأن تلاقيت شي جزائريين، فهمتيني؟ أنا أحترم الجزائريين المسلمين، الجزائريين الغيورين على دينهم، ولكن كاين شي حمرة وبعرة، اسمح لي على هذه الكلمة، تيستاهلوا هذا اللقب ديال الحمرة والبعرة. وراه خوهم الجزائري ذاك بولحية ربما تتعرفوا، راه تيسميهم الحمرة والبعرة. شنو الهم ديالهم؟ يسبحون بالمغرب ويمسون بالمغرب. ها المغرب ما مزيانش، ها المغرب كذا، ها الملكيه، ها طاطا، ها طيطيطي. ولذلك درت الحمرة والمعرة، لان ديك يوسف بن تشافي اللي كانت عندي دائما مسينياليوني، دائما بلوكيني، واستسمح على هذا الاسم، ربما غنغيروا الاسم الذي يشرفك اخي. هذه نصيحتي لك في هذا المباشر،
وخصني نقولها في المباشر، لان الحاجه اللي زوينه غنقولها في المباشر، الحاجه اللي ما غتسيء بالانسان ما كنقولهاش في المباشر. غتسمي انت المغربي الحر، يعني حر كما خلقت كما خلقنا نحن كمغاربه احرارا من بطون امهاتنا، نحن احرارا كنتكلموا بحريه، كنكونوا فارضين السياده ديالنا. الحاجه اللي ما تعجبناش، انت دابا الحاجه ما تعجبكش كتقولها علنيا، ما كتعجبنيش. انا مغربي حر في وطني حر، هذا هو الاسم المناسب. الا بغيتيه ديرو، ما بغيتيش افضل. اما هذا الاسم تفضل يا محمد. انا غادي ننصح الاخ الكريم. في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحه. غنغيروا ان شاء الله، صافي ان شاء الله، غير باش ما ناديوش واحد اخرين وصافي. هذا هو. شوف اخي العزيز، انت طلعتي قلت كلام طيب، والله سبحانه وتعالى يحب الطيبين، والله طيب لا يقبل الا طيبا. الله جميل يحب الجمال. إذا صديقي العزيز، كلامك مقبول وكلامك فيه خير، ولكن أنا شخصيا أنصحك، وأنت طلعت لللايف لكي تقدم النصيحة، والنصيحة فضيلة بيننا نحن المسلمين. إن لم نتناصح لا خير فينا. أمة النصح، نحن أمة النصح، ولكن أنا أنصحك في هذا اللايف والله ثم والله تلك الاسم سوف يسألك الله عنه غدا يوم القيامة. وعندما يسألك الله ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول؟ والله يا صديقي العزيز، المؤمن الذي في قلبه إيمان، والله يا صديقي العزيز، لا يفعل الأشياء التي لا تعجب الله ولا يحبها الله. أنا من هذا المنبر أقول لك دع تلك الاسم ولا تذكره على لسانك، لكي لا يحجونك الناس غد يوم القيامة عند ربهم. أنا والله لن أقول كلمة في أخواني وأخواتي كيفما كانوا. أنا أشكرك على النصيحة وسأغير هذا الاسم. وشوف إن شاء الله. وشوف أنا لما طلعت عند الأخ ديالي طلعت حشمان. ربما اول حاجه قلت لكم هذا الاسم علاش انا درته. ماشي بالمستوى ديالك، ماشي ديالك الاسم ليس في مستواك انت. مستواك الحمد لله مستواك مغربي حر. ما معنى حر؟ يعني حر في الافكار ديالك، حر في الحياه ديالك، حر في التوجه ديالك، حر مغربي في وطنك، يعني تستاهل مغربي حر. احسن لك، لان انت حر في الافكار ديالك. تحياتي لك وشكرا. ملي ديرها دير شي، قول لي باش نعقلوا عليك ان شاء الله ما يتبدل. قول لي انا هو هذه باش نعقلوا عليك، باش نبقاو باش يعرفوا ولاد الشعب. شكرا، بارك الله فيك، حياك الله. شكرا استاذ، تحياتي لك اخويا، انت عزيز وغالي. وشكرا لك خويا رشيد. شي كلمه اخيره باش نسدوا هذا المباشر، باش نعطيو الخاتمه. تفضل اخويا رشيد، تفضل. الكلمه الاخيره اخويا محمد. شوف، الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. نعم. وعند الله ترجعون. واحد. أنا والله أنصح كل واحد يدخل لهذه اللايفات ويقول كلام السوء أو يكتب كلمة فيها السوء فليعلم بأن رب العزة والجلال عندما تتكلم أو تكتب بأناملك، والله إن الله يعلم كل شيء، يعلم ما في الأرحام ويعلم ما في النفوس ويعلم كل شيء. إذا أنت لا تقل بأنني أنا حر، أنت لست بحر، أنت مش حر. أنت حر في كلامك، أنت حر في أشياء التي تفعلها، ولكن عندما تفعل شيء فاعلم بأن الله يراقبك بالليل والنهار. وإذا عملت الخير فعلى نفسك، فإذا عملت الخير فلنفسك، وإذا عملت الشر فعلى نفسك. إذا أنت تختار لنفسك ماذا تريد. أنا والله أقول هذا الكلام لكي يعرف الإنسان بأنه رب فوقنا نحن جميعا كأمة. ولو أراد الله أن يجعل هذه الأمة أمة واحدة لفعل، ولكن لكي يعلم منكم من هو الصالح ومن هو الطالح.
إذا أنا أقول هذا الكلام لكي يعرف الإنسان بأنه مراقب من عند الله، ودعوا الأمر لله وعند الله نلتقي إن شاء الله. شكرا خويا رشيد، كنشكروك، تحياتي لك، تحياتي لجميع المتدخلين. المهم غنزيد معكم واحد تقريبا 10 دقائق يمكن غنزيدها معكم في الخاتمه ديال هذا الموضوع الشيق. تحياتي لكم والشكر لله ثم للشعب المغربي من طنجة للقويرة، حنا كلنا خوت وخاوة. انا دائما كنقولها كما كيقولوا الاخوان وكما قال الاخ اللي ربما نطلبوا الله يدير ذاك العنوان الجميل اللي هو مغربي حر، افضل له من هذه. المهم راه تبارك الله راه فهمنا وراه ذكي، راه ماشي شي واحد اللي هضرنا معاه اللي مازال هذا، راه تبارك الله بحال هاد المغاربه راه موجودين. تحياتي لك اخويا وشكرا على الكلمه ديالك الطيبه، زعما صراحه يعني كلامك جميل، كلامك طيب. يعني هذا بعض الملاحظه كنلاحظوها في المباشرات باش كنبينوا الاعداء والفساد والفاسدين بان راه الشعب المغربي راه هو سيد الوطن، الشعب المغربي راه ذكي الحمد لله. باش كنقول لكم المغاربه راه خص الواجب انساني ووطني، خص المغاربه تحترموهم. هذا ميساج اللي كيسيئوا كيهينوا ولاد الشعب المغاربه والمغربيات. واش هادو غير وحدين من الملايين ديال المغاربه والمغربيات. انتم كتشوفوا الثقافه ديالهم، كتشوفوا الذكاء ديالهم، كتشوفوا الرسائل ديالهم تبارك الله ما شاء الله. هادو راه منهم الملايين، ماشي واحد ولا جوج ولا 10. باش قلت لكم انا مول القرطاسه راه واحد من الملايين. هاد الافكار ديالي وهاد التوجه ديالي وهاد المحبه ديالي للوطن ديالي وهاد الاخوه انا راه مني الملايين اللي بحالي وحسن مني وافضل مني، وانا واحد من المغاربه وانا هو التالي ديال المغاربه في الافكار، في التوجه، في المحبه، في الميساجات، في الكلام، في الوعي انا هو التالي ديال المغاربه. باش تعرفوا لان المغاربه راه تبارك الله ما شاء الله. باش كنقول لكم راه ما تبقاش تحتقروا المغاربه، اللي كيسبوا المغاربه ويحتقروا المغاربه فهم المنحبطين استراليا، فهم انا نهضروا بالدارجه باش سمحوا لي اخوتي نهضروا بالدارجه المغربيه باش يفهمونا ولاد الشعب كاملين. الشيء اللي كيسب المغاربه كيهين المغاربه وكيحتقر المغاربه فهو المحتقر، فهو الاساءه، فهو اش غنقول لك، فهو لا علاقه بالانسانيه. يعني ما عندوش العلاقه بالانسان، ماشي انسان. لو كان انسان غيحترم الانسان وغيحترم خوه المغربي. لو كان انسان، لان المغرب عنده ثقافه، المغرب عنده تاريخ، والمغرب راه ماشي تكوننا عاد البارح، والمغرب راه عنده تقريبا راه تبارك الله ما شاء الله راه عنده قرون، راه من الاسلام هو جاي المغرب راه عنده ليه جذور. صعيب باش المغربي تهينوا، صعيب باش المغربيه تهينها. وهذوك اللي كيهينوا المغربيات ولا المغاربه فانتم الاهانه، فانتم المنحبطين، فانتم لا علاقه لكم سميتو باش غادي نوصلها بالانسانيه. لو كنتي انت انساني وكتحب الانسان وكتحترم الانسانيه كنت تحترم نفسك الاول وتحترم ذاك المواطن. اما المغاربه رجال وشرفاء عن ابائنا واجدادنا، والمغربيات شريفات عفيفات، والمغربيه هي الوطن، والمغربيه شريفه عفيفه. واللي كيهين المغربيه او المغربي فهو اكبر جرثومه، اكبر وسخ ديال البسيطه اللي كنتعيشوا فيها في هذه الارض، لانه هو وسخ وكيوسخ الكلام ويوسخ وكيسيء بالاساءه بالمغربي. الشيء اللي اساءه واللي منحبط واللي فاسد واللي لا علاقه له بالانسانيه هو اللي كيسيء بالمغربي والمغربيه. اما المغرب والمغاربه هما الاسياد الوطن. المغربيه فيها امي، فيها اختي، فيها كل شيء. المغربي فيه خويا، فيها كل شيء. يعني الوطن من طنجه للقويره حنا لمه وحده. والمغاربه ما تنساوش، وهذه خذوها من نباط لاعداء الوطن، قلتها الحمد لله في مقاطع الفيديوهات. دخلوا لعندي الصفحه. الا قلنا عاش الشعب وكنعطيو العزه للشعب عارفين راسنا اش كنقولوا، ولا قلنا رئيس الدوله والنظام محمد السادس فهو موظف في خدمه سيادة الشعب هو الموظفين، عارفين راسنا اش كنقولوا. لان في اعلان، لان علاش؟ لان حنا كنعترفوا بمحمد السادس موظف ومسؤول ورئيس دوله. حنا ماشي كنقول لك راه ما كنعترفوا به ورئيس الدوله وملك ديالنا، اللي بغى واللي ما بغاش شغلو هذاك، هو ملك ديال المغاربه من طنجه للقويره ورئيس دوله. حنا بغيناه يكون قوي، هذيك رئيس دوله كنعطيوه القيمه والعزه. اللي كتمشيو نتوما غالطين وكيصحابكم اللي كنقولوا كاين اللي منكم اللي جراتيم اللي حمقى كنسميكم نتوما حمقى، ملي كنوضوا نقولوا الملك رئيس دوله كتقولوا لنا لا ماشي رئيس دوله، لا وشكون هو رئيس دوله؟ شكون؟ وقيله حناك ولا وقيله مكللاك هو اللي رئيس دوله. شكون اللي رئيس دوله من غير محمد السادس من غير الملك؟ بغيتوا تحيدوا رئاسه الدوله، بغيتوا تحيدوها للملك وتخليوا الملك اسيدي ما عنده حتى وزع، والملك هو رئيس الدوله. الا قلنا له رئيس الدوله عارفين راسنا اش كنقولوا، ولا قلنا له انت المسؤول الاول عارفين راسنا اش كنقولوا له، يعني كنعطيوه القيمه. حنا ما بغيناش يكون الفساد والفاسدين في وسط النظام، في وسط الدوله، في وسط المؤسسات. حنا بغينا المغرب للمغاربه،
اللي بغى واللي ما بغاش شغلو هذاك. كي كنهضروا بالدارجه المغربيه كي كنقولوا من الاخر، هذه هي الهضره ديال من الاخر. كتفهموا شنو هي من الاخر؟ هذه الهضره الشعبويه ديالنا حنا المغاربه. كنقول لك واه من الاخر، وهذيك الهضره قلتها لك من الاخر اخويا، هذه ديالي من الاخر. انا كنقول لك هذاك رئيس دوله من الاخر، هذاك ملك المغاربه من الاخر. حنا بغينا يكون ملك قوي ورئيس دوله قوي، ويكون نازل ميد من الحديد ويرفع الظلم والمظلوميه وانتهى الكلام. حنا كملك كرئيس دوله ما عندنا حتى شي مشكل معاه، حنا كنتقدوا على الاوضاع، حنا معاه في الاصلاح. اللي بغى واللي ما بغاش شغلو هذاك. حنا مغاربه من طنجه للقويره، حنا متمسكين بوطننا، والوطن كمثل الجسد. انا قلتها الالاف د المرات ومازال غنقولها الملايين د المرات، وانا اللي كنقولها كيقولوها الشعب كامل بامته. خلي داك البعض اللي باغيين تزيئوا باغيين كراهيه ومكروهين خلي هذوك ما كنهضروش هذوك عليهم، هذوك لا علاقه، هذوك تيولي انساني. ملي بقى يحترم المغاربه ويحترم هذا عاد نهضروا معاه. هذوك اللي ما كيحترموش المغاربه ويهينوا المغاربه والمغربيات ويسبوا ويقذفوا، هذوك مرضى. هذوك كنسميهم انا مرضى من صنف المرضى. هذوك المرضى مع من غنهضر انا مع المرضى، غنجاوب انا المرضى، ما يمكنليش انا نهضر مع واحد مريض. هذوك مرضى، واحد النوع مرضى كيسبوا المغاربه، اللي يسب المغاربه ويسب المغربيات فهو مريض. منتهى الكلام كيف ما بغى يكون النوع ديالو، ما كيهمنيش. ما تسبش، ما عندكش حق تسب المغربي والمغربي لانهم هما الاسياد وانت كتسب الاسياد. سيد الوطن هو الشعب المغربي انت السيد. اذا مع من انت، اذا انت ملي غتسب السيد وتهين السيد، اذا مع من غتحضر؟ مع من غادي تصيفط الميساج؟ مع من غتعايش انت اللي كتسب؟ انت كدعي مغربي، منكم اللي كيدعيو معارضين ومنكم اللي كيدعيو زعما منفصلين. يا سيدي بينك وبين النظام شغلك هذاك، بينك وبين فلان ولا علان شغلك هذاك، ما كيهمناش. الحريه ديالك، بغي اللي بغيتي وكره اللي بغيتي وشغلك هذاك، لان الوطن ما كيتكونش في نظام، الوطن كيتكون في شعب. الوطن سيده الشعب، والدوله هي الشعب، والدوله الشعب، والشعب هو الدوله. حنا عندنا دوله، عندنا نظام برئاسه محمد السادس، عندنا نظام ملكي برئاسه محمد السادس هو الحاكم. حنا بغينا يكون ملك قوي ونظام قوي، حقوق الانسان، ديمقراطيه، العيش الكريم. هذا هو المغرب للمغاربه، بالعداله، العداله الاجتماعيه. انا كضحيه وكمعتقل سياسي عائد من الموت، انا مشيت ضحيه الرصاصه في عهد النظام الحسن الثاني. انا مني العشرات الالاف، ما بغيناش ولاد الشعب يمشيو ضحيه في عهد محمد السادس. انا ما بغيتش ولاد الشعب يتفكروا ويتدمروا، انا ما بغيتش ولاد الشعب يعيشوا ميؤوس منهم، انا ما بغيتش المغاربه والمغربيات حتى حق من الحقوق ديالهم ما عندهمش. انا بغيت المغاربه والمغربيات يعيشوا بالعزه وبالكرامه. انا بغيت المغاربه والمغربيات من طنجه للقويره يعيشوا بحقوق، بكرامه، بسياده، بالسميك. حتى ذاك الموظف الصغير اللي كيشد 4 دريه كيشد 6000 7000 درهم، انا خصني نشد 1.5 مليون، اخرهم يشد 1.5 مليون. السميك ديال الموظفين يطلع حتى ذاك الموظفين الصغير يطلع لهم السميك، يطلع لهم الخلصه. السميك هو الخلصه، يطلع له الخلصه، ما يبقاش يشد 7000 8000 درهم، يولي يشد 15000 درهم، هي 1.5 مليون يشد، اخرهم يشد 1.5 مليون. ذاك المواطن اللي ما عندوش الخدمه يكون عنده واحد الصالير باش يعيش كريم. ولكن حنا كما قال الاخ كلمات ديالو ممتازه، حنا كنهضروا على امور ديال الكرامه، ولكن كاين شي حاجه اللي كثار من الكرامه، هو الدين ديالنا. حنا كمغاربه حنا مسلمين، حنا مغاربه مسلمين، حنا متشبتين بديننا، حنا عندنا ديننا، ديننا دين المغاربه اسلام، وانا واحد من المسلمين. حنا كنا مغاربه، عاميه المغاربه 99.99 كنا مغاربه، كنا مسلمين. كاين واحد في الالف ولا 2000 اللي ما عندنا غرض، الا ما كيامنش حتى بنفسه، حتى راسو ما تيقش حتى براسو. الا كان ما تيقش حتى بنفسه ما كيهمناش هذاك فيه. الا كان مفروع ولا حمق ولا ما نعرف ولا هذه ويتحسب على هذه ما كيهمناش. الا بغى يامن بالله ولا ما يامنش، كاين اللي ما كيامنش بالله، هذاك ما مامنش حتى بداتو، راسو ما تيقش في راسو، هذاك ما كنهضروش عليه. هذوك الحمقى ما كنهضروش انا عليهم، كنهضروا على المغاربه اللي مسلمين، المغاربه اللي متشبتين بالدين ديالهم، واللي مسلم واللي كيخاف الله. راني درتها في واحد المقطع راني درتو لحتوفات له دخلوا لا تصفح من القرطاسه، دخلوا كندير مقاطع فيديوهات كنخلصوا كنديروا التقليد، في عاود غادي نديروا لايف فيه ساعه ونص، كنديروا فيه غير دقيقه 2 دقائق 3 دقائق 4 دقائق، كنلوحوا المقاطع ديال الفيديو، كنلوحوا هذيك للتوعيه، كنلوحوا داك الفيديوهات، كنهضروا اللي كيخاف الله ما يأذيكش، اللي كيخاف الله ما يتعداش عليك. حنا بغينا اللي كيخاف الله واللي انساني واللي مغربي غادي ما يتعداش عليك، ما يلفقلكش التوام، ما يحقركش، ما يحتقرك، ما يديركش حقك، هذاك هو اللي كيخاف الله. وحنا المغاربه مسلمين كنخافوا الله على ابائنا واجدادنا، وانتهى الكلام. ديننا اسلام. واش ديننا حنا شنو عندنا؟ من ديانه حنا ديننا الاسلام، والاسلام كيعلمنا السلم والسلام، كيعلمنا الحمد لله المحبه والاخوه، ما تاذيني ما ناذيك، ما تعدى عليا ما نتعدى عليك، لان اللي كيخاف الله ما غيتعداش عليك. وهذوك هما المسؤولين الموظفين اللي بغيناهم يكونوا في سميتو في وسط الدوله، في وسط النظام، واللي بغيناهم يكون محزم بهم رئيس الدوله محمد السادس، يتحزم باللي كيخافوا الله، المسؤول المناسب في المكان المناسب. وكل واحد يحترم الوظيفه ديالو. ولا احترمتي الوظيفه ديالك راه غتحترم ذاك المواطن، وذاك المواطن يدخل الاداره انت كامني او كمخابراتي او كالسلطه او كقضاء او كلكم هاد الموظفين اللي كتخصم ضرائب الشعب واللي خدام الشعب، خصكم تحترموا سيدكم الشعب وتخافوا الله.
اول حاجه خاف الله وعرف راسك، انت ما تبغيش اللي يتعدى عليك، وانت ما تعداش على ذاك المواطن والمواطنه، ما تحتقروش، راه ذاك الاداره راه ديالو، ذاك الاداره ذاك دوله راه ديال الشعب، والشعب هو دوله، ودوله هو الشعب، وانتهى الكلام. سالينا الموضوع. المؤسسات ورد من؟ المؤسسات ورد للشعب المغربي، ودوله هي الشعب، والشعب هي دوله. حنا عندنا دوله، وديك القضيه ديك الاسماء المستعاره اللي كيطالقينها المستعمر وطالقها ما بين الشعب، هذيك الكلمات تبقى تحيدوها. لا هو المخنز، لا هو خناز كذا، هذيك كلمات مستعاره. واش كاينه في شي دستور؟ شنو معنى المخنز ولا الخنز؟ هذا كلام مستعار لا قيمه له، هذا كلام مستعمر، وخصكم تحيدوا هذه القضيه. كاينه دوله، خصك تعترف بدوله. ملي كتقول المخنز راه كتقصي الدوله، ما تقصيش دوله راه هو مؤسسات وفيها مسؤولين. اما المخنز هذوك عصابات مجرمين ما عرفناهم شكون هما، اشباح هذوك ما عرفناهمش، ما تعترفش بهم اخويا. مشيتي للاداره، مشيت لاداره الامن، هذيك ما تقولش مشيت عند المخزن او قبضني المخزن او دار لي المخزن. شكون اللي قال لك هذا؟ شكون هذا المخزن هذا؟ هادو راه اشباح، هادو كلمات اشباح. واش كتهضر مع الاشباح؟ شكون هما هاد المخزن؟ كاين شي دستور مخزن مخنز ولا خنز ولا ما عرف شكون هما هادو كلمات مستعاره، تحيدوها ولاد الشعب، حيدوها. ما تبقاش راه كتهين الدوله وكتهين الوطن. ملي كتقول المخناز والخناز والمخناز والمخزن، انا ما كتخرجليش هذه الكلمات المخنز ولا الخنز، ولا كتخرج لي هكا، كتخرج شوف سبحان الله العظيم. كنبغي نخرج المخزن ولا المخنز، كتخرج لي هكا خنز، وكتخرج لي بهذه الكلمات، وهذا هو الكلام ديالو. هادو كلمات مستعاره، كتقسيو الدوله وكتقسيو الدوله. علاش كتقسيو الدوله؟ ملي كتقول انت قبضني هذاك راه امني اصاحبي، ذاك راه الامن، هذاك ماشي مخنز اصاحبي، ماشي خنز، ماشي خنز ولا مخنز ولا شنو مخزن ولا ما نعرفش. ما كتخرجيش هذا السبيان، والله ما كتبغي تخرج لي مخنز، كتخرج بهذا الاسم هذا مخزن ولا كتخرج بمخنز. هذاك راه امني، هذاك راه موظف اصاحبي، راه موظف في خدمه سياده الشعب، راه خصك تحترمه اصاحبي. ما تقولوش راه جا قبضني مخزن ولا مخنز ولا ما عرف شنو هو، او راه قبضوني هذه. لا، راه قبضك امني، الا قبضك امني او تعاملتي مع الامن، هذاك راه امن هذاك، او تعاملتي مع السلطه، راه السلطه، هذاك راهم موظفين في خدمه سياده الشعب، هذوك راهم موظفين في الدوله. وراه كاينه دوله في الدستور، كاين هذاك امن في الدستور، كاين هذاك السلطه في الدستور، كاين ذاك الموظفين في الدستور. ما كاينش المخنز ولا الخنز ولا ما عرفت شنو هذه الكلمات المستعاره ترهيبيه، هذه كلمات مستعاره ترهيبيه ديال المستعمر هو اللي طلقها. علاش ما نحيدوش هذه الكلمات؟ هذا المخنز ما تعاودوش كتقولوا انتم كمغاربه ومغربيات. هذا المخنز راه مازال كدول، مازال هذه راه ما خصهاش الدوله ما بين، لا كاين الامن. اخويا انا تعاملت مشيت للاداره ديال الامن، هذيك امن راه خصك تعترف بها، راه داخله في الدوله. اما ملي كتقول خنز راه كتقصي الدوله، كتقصي ذاك الموظف. ما فهمتش هذه القضيه، الكلمات كتلغيوها ولاد الشعب. انا كنتعامل مع موظف في الامن، او موظف في المخابرات، او موظف في السلطه، او موظف في التعليم، او موظف في الدوله. هذيك كتعترف بالدوله، وكتعترف بالدوله، راه انت هو الدوله، كتعترف بالدوله ديالك اللي انت هو سيدها كمغربي كمغربيه. وهاد المسائل هذه كنقولوها دائما، وخصنا نكونوا لمه وحده. هاد اللايفات المباشرات راه كيلعبوا دور كبير، بحال هاد اللايفات المباشرات بارطاجيو ونشروا في الصفحات ديالكم، نشروا ما بين ولاد الشعب، تفرجوا. الحمد لله باش نجاوب بعض الاصدقاء بعض هذه، انا كنبلوكي اللي على ثلاثه، كنبلوكي ثلاثه. انا حريه التعبير ما نقدرش نبلوكيك عليها. قول لي بغيتي تضحك كذا كذا، ها هو الاخ يوسف صديق ديالنا بقى كيضحك في الاول. واش ضحك؟ واش باغي السيد يضحك؟ كيضحك عادي، راه خونا مغربي، خليه يضحك مع راساتو عادي. واش نبلوكي على ضحك صاحبي؟ ضحك او مثال بغى، هذه مساله عاديه. هذاك ضحك، شوف علاش ضحك، هو راه بسرنا حيت كيعرفني وهذه ماشي مشكل، راه خونا مغربي. مثل رشيد، مثل هو قصد بها قضيه ذاك المقوله ديال الشعبويه، مثل هو عرفها مره اخرى، مثل ما غاديش يبقى يقولها. اما بالنسبه اللي كيسب ويقول الكلام الفاحش، لان كاينين خوتنا وخواتاتنا المغربيات كيقراو التعاليق، كاين اللي مبلي بالتعاليق، كاين اللي خصو نتبع غير التعاليق، من حقه يدخل لايف، خصو يقرا ويشوف التفاعل ديال ولاد الشعب، شنو كيقولوا بنات الشعب و كيوقع شويه ديال هذه ذاك التعاليق، راه حتى هو داخل في الحوار ديال المباشرات، فهمتي. ولكن باش انت تدوز تبقى تسب وتقول الكلام الفاحش ونخليك، لا منها والله ما نخليك بلوك مباشره، ما نعقلش عليك، والله ما نعقل عليك، وخا تكون اعز واحد عندي، لان خصك تحترم السي. راه لايف، راه مباشر، راه كيتشجر، راه كيتنشر صاحبي. انا ما كيبقاش عندي دابا اللايف. واش دابا انت كتشوف 300 ولا 400 ولا 1000 الناس، بحال دابا نعطيك انا مثال، دابا 3000 الناس، 3000 ديال المشاهدين والمشاهدات اللي متبعين هذا المباشر، اللي تبعوه راه متبعين وشافوا. دابا ها هي عندي، ها هي 3014 اللي 14 الصفحه اللي لاحظتوا دابا، 14 صفحه راه هزاتو، راه هازها في القنوات ديالها. واش كتعرف شحال الملايين غيتشاف هذا اللايف؟ تجي انت تكتب لي انت تسيء بينا وتسيء بولاد الشعب وتقول الكلام فاحش وتجلس مفطح مع قبك ونخليك انايا مرتاح؟ والله ما نخليك، واخا تكون اعز واحد عندي، والله ما احترمتي، والله احترمت واحترام. هذه الصفحه مول القرطاسه ديال ولاد الشعب، ديال المغاربه والمغربات، ماشي ديال مول القرطاسه، ماشي ديالي هو الخاص. هذاك هو اللي ملك ديالي، الشيء الخاص ملك ديالي، يمكن لي نخليك ما نخليك، هادشي كيبقى خصوصيات ديالي. اما المباشر راه ديالي انا واحد،
كاينه دابا تقريبا 23,000 ولا ما عرفت شحال عندي دابا في هذه الصفحه هذه اللي مدايرين لا ابوني اللي مشاركين في هذه الصفحه مثلا دابا حاليا راني انا واحد من 23,000 ولا 24,000 انا واحد صافي. هذه الصفحه ديال ولاد الشعب راه من حق اي مغربي ما خصكش تكتب له السوء او تسيء به او كذا. ان هذا راه مشترك اللايف مشترك راه حنا مشتركين كاملين. انا واحد منكم. واش انت كتهضر مع 100 كتهضر مع الشعب ما كتهضرش معايا انا في الخاص معايا انا. اما في المباشر ما كتهضرش معايا انا كتولي تهضر مع ولاد الشعب. ياك غدير مع ولاد الشعب تنوض انت تسب وتتهدد وتدوز الميساجات كي بغيتي. وشكون انت من انت او من انت شكون تكون انت ولا انت والله ما نخليك والله واش كيما كان غير البلوك تحترمنا نحترمك من الاخر بلا طلع بلا هبط. سالينا الموضوع هذا وعد مني دار 9 سنوات وانا كندير المباشرات واللايفات ماشي عاد دابا راه كتشوفني دابا. انا هذا الشيء راه حنا راه كنعرفك شي تكتب نعرفك شي كتقصد شي كتابه ديالك نعرفك شكون انت بالكتابه ديالك ونقسم بربي العرش العظيم الا كتبت تنعرفك نتبعك بالتعاليق ديالك تنعرفك انت ونعرف المستوى ديالك. عندك تكون غاد صحابك حنا صغيرين ولا صحابك كنلعبوا ولا راه كتهضر مع ولاد الشعب السير كتهضر مع المغاربه والمغربيات الفري كتهضر مع ولاد الشعب الفري كتهضرش معاه. وانا راه مني الملايين والمغاربه راهم رجال كما قال الاخ المغاربه جيتيهم في الطيبوبه مرحبا جيتيهم في الطريق راه ما كتقطش عليهم من الاخر باش نكون معاك صريح. هذا راه كلام صحيح ما كاينش فيه المزاح. تحترمنا نحترمك ما تحترمناش غندير لك بلوك والله ما نهضر معك ما نسوقلكش لان لا علاقه لا قيمه لك. انت ما احترمتيش سياده الشعب. راه كاين بنات الشعب ولاد الشعب معنا كاين المغاربه والمغربيات الشريفات العفيفات كاين الشرفاء الرجال كاين منهم الملايين. عندك تكون غلط مع راسك ولا كتركبوا لنا على الامواج اللي كتشوف لنا غير واحد يلا غلط او وحده لا غلطت كتركبوها في الشعب. واش انتم مرضى ولا حمقى؟ تحياتي لكم. شكرا اخويا. هذا يكفي الخوت وقيل ما بلاتي نقرا شي تعاليق بعدا هنا. خويا سعيد برافو شكرا اخويا سعيد تحياتي لك. الحاج العثماني تحيه لمول القرطاس تحيات اخويا سعيد كلام صحيح شكرا اخويا. مدريد تحيه ليك والناس كامل المغرب تحياتي لك اخويا وشكرا لكم جميعا. هذا يكفي شكرا لكم. يحيى الشعب المغربي من طنجة الله اكبر احنا خوت وخاوه وعاش الشعب المغربي المغاربه اللي بغى واللي ما بغاش شغلوه هذاك. ونحن مع الملك في الإصلاح في الكرامة في السيادة في العيش الكريم. نحن مع رئيس الدولة مع الملك محمد السادس في المغرب المغاربة ورفض الظلم والمظلومية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإطلاق الثروات المنهوبة والمعاقبة المحاسبة للفساد والفاسدين بأمتهم السجون يعمرهم الفساد والفاسدين والتبع ديالهم اللي كيساندوهم ويأيدوهم في الحماقات ديالهم على ولاد الشعب. ويحيى الشعب وسيد الوطن الشعب كلنا خوت وخاوة. هذا هو شعاري وشعارك اللي يسرع عليك يسرع عليا واللي يضرك يضرني واللي يسعدك يسعدني. وتحياتي لكم شكرا لكم الله يمسخط بكم.